اهلا بكم في ق... اهلا بكم في قناة اتعلم مزيكا. معاكم محمد راضي. ده رابع درس من عالم المهرجانات. في الدرس الاول والتاني والتالت اتكلمنا عن الصوت وازاي تعمل الكوردات بتاعة الصوت وازاي تعمل البيز بتاع الكوردات مع الصوت. طيب خلينا كده نسمع وندي لمحة سريعة على الفيديوهات اللي فاتت. تسلم، وفر على نفسك اي كلام علشان تسلم. لو متهيألك هرجع تاني تبقى بتحلم. انا رحت وراحت برضه عليك. تمام، ده كده الصوت كوردات بيز جيتار. السرعة 115، يبقى التيمبو بتاعنا 115. شغالين على ايه؟ على الست بارود دول. تمام، حطينا الصوت بالمنظر ده. ايه بقى الخطوة اللي جاية عايزين نعملها؟ طبعا في الخطوة دي مهمة جدا، يعني لو بتعمل حاجة يا ريت تفضي نفسك. هاتلك كوباية القهوة بتاعتك او مشروبك المفضل واقعد ركز معايا في الحتة دي كويس، عشان هنا في الفيديو ده هنحول الصوت بتاع المطرب او الصوت اللي بيغني او المؤدي. هنحوله ان هو موسيقى او مولدي او سولو، ان هو يتقال مع الكلام. ايه بقى البرنامج المستخدم؟ ويا ترى البرنامج ده من بره ولا مش من بره؟ اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولو انت مشترك سيبلي كومنت في اي حاجة انت عايزها. هنخش هنا كده، هتفتح عندنا دي كده، هنختار نيو تون. نيو تون عفوا، بالمنظر ده كده. هناخد الصوت بتاعنا هنحطه تسلم، وفر على نفسك اي كلام علشان تسلم. لو تسلم. كده. احنا خدنا الصوت حطيناه فين؟ هنا. عفوا عندي برد، سوري. فاحنا خدنا الصوت حطيناه هنا، اصبح ان هو موجود معانا هنا. تمام. طيب انا دلوقتي سمعت الصوت تسلم، وفر على نفسك اي كلام علشان تسلم. لو متهيألك هرجع تاني تبقى بتحلم. انا رحت وراحت برضه عليك. طبعا قبل ما تحوله مزيكا ممكن تقدر تعدل في الطبقات، تطلع تنزل وتسمع وتجرب. بس انا هنا شايف ان هي مش محتاجة تعديل، لان ده مهرجان ورص، احنا بس بناخد لون اللحن. هنعمل ايه؟ هنختار اي آلة كده، ولنفرض الهايبر برضو عشان انا بحب صوت البيانو فيه بيبقى كويس. وانا افضل ان انت لما تيجي تسحب وتخليه مزيكا، ابدأ ان هو يبقى بيانو عشان تبقى النغمات فيه واضحة. تمام، انا هنا هعلم كده وهرجع هنا وهتك على العلامة دي، تحس ان هي شبه السلم كده، تكت عليها بس خلاص نزل معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. نسمع كده. طبعا هي يعني انت بقى يعني هي هتنزل لك مش هتبقى مظبوطة، فانت لازم برضو ايه ودنك معاها. فانت عشان تبدأ ان انت تشتغل عليها صح، فانت هتعمل ايه بقى؟ يعني انا بديك التريكات اللي انت تشتغل بيها صح. انت مش ضغطة زرار هتحول لك الصوت لسولو ويبقى مظبوط وتمام، لا، في حاجات انت بتعملها. وحتة كوانتايز وكنترول كيو انا ما بحبهاش، لان ما بتديش مصداقية للصوت. فانت لازم تحرك كل حاجة بنفسك. تعالى كده اقولك تعمل ايه. انا هنا مثلا عندي البيز والكوردات والصوت. انا هاجي عند الصوت، هو مثلا الصوت شغال. تسلم، وفر على نفسك اي كلام علشان تسلم. لو متهيألك هرجع تاني تبقى بتحلم. انا رحت وراحت برضه عليك. طيب هي يعني ملعوبة ومسموعة، بس
هنا في النوتة نفسها بتاعة الصوت، زي ما انت شايف كده تحت في حاجات طالعة وفي حاجات نازلة. طيب خلينا كده ايه عشان نبدأ نشتغل صح. احنا سامعين ان هو مدي الشكل بتاعها، بس في حاجات برضو ايه عايزين نقويها، وحاجات عايزين نبينها، وعايزين نبين السولو، عشان ممكن ناخد السولو ده ونعمله داخلة بأي صوت آلة تاني بحيث ان هو يدي موضوع. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي عند الصوت كده ونحاول ان احنا نوطيه شوية، بحيث ان انت لما تيجي توطيه تبقى انت برضو سامع التانية اعلى شوية، بحيث ان انت ايه تعرف تنغم. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ ممكن عادي بقى توطي صوت البيزا لو حاسس ان هي مضايقاك شوية كده مثلا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنخش بقى هنا كده، هتبقى برضو السهم كده انت جايبه تحت، تشغل كل حاجة، وهتبدأ ان انت تعمل كده. هتجيبها عند ديت عشان تقدر ان انت تحركها براحتك. انا هنا شايف ان انا ممكن اخليها كده مثلا. الموضوع لازم تبقى انت ودنك برضو ايه يعني بتسمع كويس. انا شايف ان انا هخليها مثلا هنا كده 4، وهخلي دي كده برضو، واحاول اخلي دي كده عشان تبقى على المزورة بالظبط واسمع. حلوة صح؟ تمام. انا شايف يعني الحتة دي يعني ها مظبوطة كده كده. بعد كده هنعدل برضو ايه واحدة واحدة، بس ايه خلينا ماشيين بار بار. طيب انا هنا برضو خلي عندي ملاحظة عشان برضو المزورة خليها تبقى هنا مثلا عند النص بالظبط كده، وهنخلي دي كده. ماشي، برضو هنرجع لها تاني، بس احنا كده ظبطناها على المزورة بالظبط عشان ما يبقاش في نشاز. مش هنبدأ ان احنا ايه نعدل فيها واحدة واحدة.
كده مثلا هنخليها كده. تمام، جت معايا برضو. اخلي دي برضو هنا كده. زي ما انت كده شايف بالاسلوب ده. طيب بعد ما تمشي بالاسلوب ده هتطلع لنا بالمنظر. انا هنا عاملها اهو، هتطلع بالمنظر ده. لو حطيناها هنا شوية حاجات بسيطة بس بتعدل فيها. طب نسمعها هنا كده، نسمع دي ونسمع دي. نحط بقى ديت هنا كده، نشغل كده. لو متهيأ لك هرجع تاني تبقى بتحلم. انا رحت وراحت بس هتبقى بنفس الاسلوب ده كده. يبقى هنختار نيوتن وهنبدأ ان احنا نرميها في نيوتن. بعد كده نختار اي آلة احنا هنحطها فيه ونبدأ النوت هتظهر لنا. نبدأ لو ودننا نضيفة مع اللي احنا بنسمعه هتطلع الصورة بالجودة دي، وممكن تطلعها احلى من الجودة دي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الخامس من سلسلة عالم المهرجانات، في ان احنا هنبدأ نشتغل على الايقاع ونبدأ نطلع مردات من السولو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ونبدأ ننوع في الايقاعات. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.